السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات في مطبخي اللي كيما راكم تشوفوا فيها هي رولي الدجاج. بطريقة يعني بسيطة، بطريقة باش يجيكم هكذا كيما راكم تشوفوا فيه، خفيف وبنة مضمونة، بإضافات بسيطة فقط لحتى تضمن لكم البنة. تابعوا معايا الوصفة وشوفوا المقادير مع بعض. اولا عندنا المقادير اللي بسيطه، يعني تاع رولي دجاج. عندنا اكيد دجاج مرحي، دو بريفيرونس ترحيوه في الدار. عندنا هنا الزيتون اللي تقدروا تبيتوه في الماء، ولا صباح تخليوه في الماء، ولا ما بيتوش في الماء هنايا ديروه نقصوا شويه في الملح ديالكم. لا شابلور هنا اللي كنت صيرتها اللي نديرها لداخل تكون رقيقه، وتاع برا تكون اكيد خشينه. بور لي زيبيس عندنا الملح. شوفوا هنايا ملح، ملح الرفيع هذا فينامون صدق لي ملح مليحه، وريته لكم في مشترياتي الاسبوع الماضي ولا، يعني ملح ما شاء الله، يعني ننصحكم به. وعندي فلفل الكحل، وعندي تابل الدجاج. هنا شويه فرماج هذاك نابولي اللي شيتو معاكم، قطعته هدا يعني طرف صغار. وهنا البصل تاعي انا حنزيد له واحد الاضافه اللي رايحه ترجع الغولي تاعنا، يعني ما شاء الله واحد البنه يعني خياليه، اللي هي حبيبات تاع الزيتون. يعني حبيبات الزيتون هادو كي نريحو مع البصل رايحه تمدلي بنه ما شاء الله في الغولي تاعنا. هنا كنت نسيت الحبات تاع البيض اللي نكون فصلت الصفر عن البياض. نبداو على بركه الله. طريقه التحضير: هنايا عندي البصل تاعي كما قلت لكم، رحيت معاه حبيبات الزيتون وفصت الثوم هذاك اللي كان مع لي زيبيس تاني. نقسم البصل تاعي على زوج، نص نحطوه في طنجره، يعني ميم لاصوص تجيني ما شاء الله بهذه الطريقه هذه. النص نحطوه في الطنجره تاعي ولا في الطاجين تاعي، والنص نديرو مع لو بولي اشي تاعي كما راكم تشوفوا. الكثره ديروا في الدجاجه. هنا عندي لي زيبيس تاعي اللي قلت لكم: فلفل الكحل، راس بلوتو تابل الدجاج، والملح. راني نعاود نقول لكم، ولا الملح ما بيتوش في الماء ولا ما خليتوش في الماء نقصوا شويه في الملح باش ما يجيكمش مالح. نديروا كذلك شويه في المرقه وشويه في البولي تاعي. عندي صفر بيضه نحطها في الاخو البيض راني حنرولي به. وعندي حوالي 3 مغارف هداك تاع لا شابلور الرقيقه. قلت لكم صيروها لا شابلور، ما نديروهاش ديريكتومون، لازم نصيروها رقيقه، نديروها في لي فارس. والخشينه اللي نديرو بها الباني تاعنا. شويه زيت منه وملح في الطاجين وفي البولي تاعي. اخر اضافه هنايا، هنايا كنت نقول لكم باللي الطاجين تاعي نديرو يطيب على نار هاديه. واخر اضافه اللي حنزيد لها البولي تاعي باش يجيني رطب كيما شفتوه، هي شويه تاع الماء. كيما تعرفوا الدجاج يجينا شويه ناشف، دونك بهذه الطريقه هذه بالماء هذا راح يجينا رطب ما شاء الله. جربوا الطريقه وراح نشوفوا النتيجه مع بعض. انا ندير الطاجين تاعي يطيب، وهنا بعد ما خلط كامل البولي تاعي مليح، يعني خلط كامل المكونات. هنا نجيب فيلم اليمونتير ونحط لافيون تاعي بهذه الطريقه. شوفوا انا ما نحلها ما والو، ندير طريقه تاع المقروط. المقروط نورمال، المقروط تاعنا مقروط جزائري. ندير طريقه تاع المقروط، ندير ان بودان نحلو في الوسط هكذا، ونحط فيه الفرماج تاعي بهذه الطريقه. هنا نديت انا نابولي، يعني من بعد ما طاب وبرد قعد طم ما شاء الله. ما كنت تشوفوا كل وحده دير، تقدروا ديروا بورسيون، كل وحده دير الفرماج اللي عندها في الدار تاعها. الجود بالموجود. نغلق عادي كيما نديروا المقروط كيما راكم تشوفوا فيا بهذه الطريقه. نغلقوا من بعد نلويه. شوفوا بهذه الطريقه راح تحصلوا على هاد لو بودا هذا. سووه مليح بيديكم باش يجينا نفس المستوي، ونربطوه من كلتا الجهتين. شوفوا لهاد المرحله هذه الخدامات ولا اللي تحب توجد لرمضان ولا تقدر دير هاد الطريقه هذه، توجدوا دوزنوا تعمروا بالفرماج كامل وتخبيه. ديروا فيلم اليمونتير وبابي الومنيوم وتخبيه في الكونجيلاتور، راح يقعد لها ما شاء الله. يعني خدامات يعني في الايامات العاديه ولا تحبي تخليه لرمضان، يعني يقعد لك ما شاء الله. هنا باش تنقصي عليك الوقت. كيما راكم تشوفوا هنايا عاود درتو في بابي الومنيوم، ونروح قلت لكم ديروا بابي الومنيوم ونروح نفبرو
هنا في كسكاس نكون وجدت قدرة تاع الماء وسخنت حتى يغلي الماء، ونحطو لمدة من 45 دقيقة حتى لساعة. يعني كي يكونوا لي بودان صغار راحين يطيبوا التمتم. انا هنايا نروح ندير البوده تاعي يغلي، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. هنا حط لي تاع البصل تاعي صبته خلاص تقلى. في هذه المرحله نرميلو الزيتون تاعي، ونزيد نمرق بشويه ماء سخون، اكيد لازم ماء سخون، ونخليه حتى يطيب لو طون اللي يطيب لي كذلك الدجاج تاعي، ونتلاقاو فيما بعد. هنا بعد ما طاب لي البوده تاعي الدجاج نحيته وخليته يبرد شويه فقط. وهنا وجدت البياض البيض هذاك اللي درت له شويه فلفل كحل شويه ملح باش ما يجينيش صامت. ولا شابلوغ تاعي درت لها نفس التوابل اللي درتهم، هي خليط دجاج ملح وفلفل الكحل، نخلطهم اكيد مع بعض هنا باش ما تجينيش هذيك الطبقه الخارجيه تجيني صامته. نقطع هنايا الفيلم اليمونتير اكيد بعد ما يبرد لي شويه، نخليه يبرد ونروح نديرو مباشره في البياض تاع البيض. يعني تقدروا ما ديروش فرينه، انا ما نديرلوش فرينه ويجيني يلصق ما شاء الله. تخليوه كي يبرد ديروه في بياض البيض، من بعد فلا شابلوغ كيما راكم تشوفوا. للاسف انا المقطع هذاك اللي كنت راح ندير فيه راح لي، ما نعرف كيفاش راح لي، مي راهو باين لكم. درتو في بياض البيض راني نفهمكم، وبعد لا شابلوغ انا درتو زوج مرات باش تجيني طبقه هذيك مقرمشه جدا. ونروح نقليه في مقله اللي درت فيها شويه زيت وشويه تاع الزبده، يعني صدقوني بالزبده يعطينا ذوق ما شاء الله. كي يطيب نخليوه يبرد شويه فقط، ونقطعوه ونقدموه بطريقه اللي نحبوها، مع لي فخيت ولا كيما حبيتو، يعني طريقه اللي تحبوها. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم اللي نتمنى انه نال اعجابكم، وحنقسم معاكم باش تشوفوا باللي يجيني رطب. هذاك الماء اللي درتو هادو الاساسيات تاع الولي، تقدروا ديروا فيه المعدنوس، تقدروا ديروا فيه توابل واحده اخرى، يعني كيما تحبوا. كانت هذه الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.